السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. النهارده بقى هنعمل لكم طريقه كيكه سهله وبسيطه ومقادير كلها في البيت. مش هقول لك هاتي حاجه من بره. معايا 3 كوبايات من الدقيق، ومعايا كوبايه زيت، كوبايه ونص من السكر، كوبايتين حليب، معلقه كاكاو، معلقه ونص بيكنج باودر، ذره ملح، بيض، طبعا اهم حاجه الفانيليا. تمام. سمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبدا. كله هيبقى في الخلاط. هنزل بالسكر، بصوا انا هعمل صينيتين كيكه، عشان كده ايه مضاعفه الكميه. عايزه تعملي صينيه واحده ممكن تاخدي كوبايتين عليهم كوبايه، نص كوبايه زيت او كوبايه الا ربع من الزيت. حط البيض، دول 4 بيضات، حط كوبايه ونص من الحليب، وهخلي نص كوبايه على جنب. تمام. هنحط الفانيليا، باكو فانيليا كده او باكوين، ومعايا معلقه خل عشان تخلي الكيكه بتاعتك هشه. كله هيبقى في الخلاط، مش هقولك اعملي حاجه بره غير اللي انتي هتضربيها بس. تمام. هضرب بقى في الخلاط. هقعد كده 10 دقايق لغايه اما السكر بتاعي يدوب واللون بتاعه يفتح، لون الخليط بتاعي يفتح، وبعد كده ارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. طبعا قعدت 10 دقايق اضرب في الخليط. معايا هنا البوله بقى بتاعتي. طبعا هنخل الدقيق عشان لو في اي تكتلات او اي حاجه تكون ايه انا لو احتجت دقيق تاني هحط. يعني انا المفروض ان المقدار بتاعي الاساسي 3 كوبايات ونص، بس انا ايه حطيت 3 كوبايات بس الاول، وبعد كده هنحط النص الثاني لو احتاجناه، لو محتاجناهوش خلاص. تمام. هنحط البيكنج باودر وذرة الملح سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهقلب كل ده مع بعضه. اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنزل بقى بالخليط بتاعي على الدقيق. سمي بالله. اهو. لازم نقلب في اتجاه واحد.
تمام. طالما قلبت في اتجاه واحد اضمني كده ايه اللي الكيكه بتاعتك مش هتهبط معاكي. اهو بصوا هي الكيكه كده خفيفه. هنحط نص كوبايه الدقيق اللي انا قلت لكم عليها. زي ما قلت لكم ان انا ايه هعمل صينيتين مش صينيه واحده. عايز تعملي صينيه واحده كبيره براحتك، عايز تعمليها صينيتين زي ما انا هعمل براحتك. بدخل كده نص الكوبايه تمام. المعلقه ونص البيكنج باودر دي على 3 كوبايات ونص تمام. ممكن تمشي على 3 كوبايات. بقلب في نفس الاتجاه تمام اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. شايفين القوام ده؟ القوام بتاعنا المظبوط. نعمل بقى ايه؟ اهو شايفين القوام. تعالوا بقى احنا هنخلي بس، تعالوا اقول لكم بس الاول نحط انا هنا معايا القالب الوسطاني والقالب الصغير تمام. سمي بالله. انا طبعا دهنه الصينيه الصواني سمنه تمام. انا الصينيه دي هخليها ساده مش هعمل فيها حاجه. والصينيه دي بقى هنقول لكم نعمل فيها ايه. معايا بقى هنا قيمه كوبايه، معايا الكاكاو. انا خدت معايا ايه نص المعلقه مش المعلقه كامله. وهاخد حبه لبن وهقلب كل الخليط ده انا طبعا هحط معلقه الكاكاو كلها، بس بدات الاول بايه بنص معلقه عشان اشوف اللون هيبقى عامل ازاي اهو. يبقى احنا نحط كمان حبه لبن صغيرين عشان كمان الكيكه بتاعتك ما تكونش مكتومه معاكي. معلقتين كده زيت على اللي هي ام كاكاو، عشان طبعا الكاكاو ايه مواد جافه وكده، لازم ان انت تحطي معلقتين الزيت اهو. ننزل بقى كل اللي في الجوانب كده. نزلي كل اللي في الجوانب وقلبيها تاني، بس بردك في اتجاه واحد، مش يعني بصوا مش هقول لكم
مثلا انا بعمل انا كده، انا ماشيه في الاتجاه ده، ما ارجعش اعمل كده. كده انتي هبطي الكيكه معاكي. تمام اهو، شايفين؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. تعالوا بقى اقول لكم. هنجيب بقى الصينيه بتاعت الكيكه، ونجيب بقى معلقه الايس كريم، نحط كده. سمي بالله وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هتديكي شكل حلو. عايز تعمليها بالكيس الحلواني اعمليها، عايزه مثلا تعمليها بكيس بلاستيك براحتك. اهو تمام. طبعا بناخد كل حته في العجين، طبعا لو عندك قالب اكبر ممكن تعمليه فيها، يبقى قالب واحد هتديكي بردك شكل حلو. تعالوا بقى نشوف بخلة الشيش طاووق. هنعمل كده رايح جاي، ده ايه اهو، بدخلها كده في بعض اهو. اللي انا بخليها من جوه تبقى عامله زي ايه، الكيكه الرخامي. تمام اهو. تمام كده. شايفين؟ شايفين الشكل؟ بندخلهم بقى على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، بياخدوا في حدود من 35 دقيقة ل 40 دقيقة. بعد كده نرجع لكم تاني نقدمها لكم في الشكل النهائي. وكده حبايبنا الشكل النهائي لكيكة الشاي بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا قدمنا جنبيها شاي بلبن وفي شاي سادة، اللي عايز ده واللي عايز ده. طبعا ممكن تحطيها في اللانش بوكس للاولاد، ممكن تعمليها والاولاد بيذاكروا تديها لهم. بصوا شايفين الطراوه اللي فيها؟ شايفين؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا دي الساده، طبعا كانت رفيعه اهي مش مكتومه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.